السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تحذير شديد من أكبر حسرة يوم القيامة. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك يا حبايبي إن يوم القيامة فيه أفراح عظيمة وكثيرة جدا لأهل الإيمان والتوحيد من الرجال ومن النساء، لكن في المقابل فهناك حسرات كثيرة أيضا يوم القيامة لأهل الكفر والعصيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم القيامة لأنه يوم مهم جدا جدا، له أسماء كثيرة جدا، ممكن تشوفوا هذه الأسماء في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة بفضل الله. فيوم القيامة له أسماء كثيرة، من بين أسماء يوم القيامة اسمه يوم الحسرة. اسمه إيه؟ يوم الحسرة. قال جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إيه اللي شغل الناس عن ربنا؟ الدنيا. قال جل وعلا بعدها: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله أكبر. يبقى من ضمن أسماء يوم القيامة إنه يوم الحسرة. طب يوم الحسرة على مين يا شيخ محمود؟ على الكفار بس؟ لا، ده على الكفار وعلى العصاة وعلى المؤمنين. يا خبر أبيض. والله هيبقى حسرة على الكل. طب ليه حسرة على الكل؟ أقول لحضراتكم: يكون حسرة على الكافر لأنه لم يؤمن، ويكون حسرة على العاصي لأنه وقع فيما يغضب الله، ويكون حسرة على المؤمن الطائع لأنه لم يزدد طاعة لله. الله أكبر. يعني الكافر يتحسر أنه ما آمنش بالله، والعاصي يتحسر أنه هو وقع فيما يغضب الله، والمؤمن يتحسر لأنه كان نفسه يزداد في طاعة الله، لأنه كل ما كان هيزود كل ما كان هيرتفع في درجات الجنة ويزداد نعيمه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده سمي اليوم بيوم الحسرة، عافانا الله وإياكم. لكن أكبر حسرة يوم القيامة فعلا ممكن الإنسان يتعرض ليها، وأقصد هنا الإنسان المؤمن، إن هو يجي يلاقي نفسه يوم القيامة مش قادر يدي أمه ولا أبوه ولا حسنة، مش قادر يعطي حسنة لأمه ولا لأبيه، سبحان الله. وفي نفس الوقت يلاقي حسناته بتتوزع على ألد أعدائه. أكتر ناس كان بيكرههم في الدنيا بياخدوا من الحسنات بتاعته. سبحانك يا ربي. عايز كده تتخيلوا حضراتكم لو واحد واقف يوم القيامة وبعدين مش قادر يعطي أمه حسنة عشان تخش بيها الجنة، ولا قادر يدي أبوه حسنة، وفي نفس الوقت لقى كل أعدائه اللي بيكرهوه محوطينه. فمالكوا يا جماعة؟ ده يقول له: معلش أنا عايز منك حسنات، أنت شتمتني. والتاني يقول له: أنت اغتبتني. والتالت يقول له: أنت سعيت بالنميمة بيني وبين أخي. والرابع يقول له: أنت أكلت مالي. والخامس يقول له: أنت عملت كذا. سبحانك يا ربي. فيلاقي ألد أعداءه حواليه عمالين بياخدوا من حسناته، تمام، وفي النهاية خلصت حسناته وضيعها، يلاقي نفسه هو داخل النار. طبعا مش هيكون مخلد، لأنه لا يخلد موحد أبدا في النار، إنما يعاقب على قدر ذنوبه وآثامه. سبحانك يا ربي. بالله عليكم ما تبقاش حسرة إن الواحد لو بيكره شخص أو 2 أو 10 أشخاص وبيغتابهم أو بيظلمهم أو بياكل مالهم أو بيعمل فيهم أي حاجة، هنكتفي حتى لو قلنا حتى بيغتابهم بس. شوفوا تخيلوا حضراتكم، يجي يوم القيامة يلاقي الناس اللي هو بيكرههم وهم بيكرهوه، اللي هم ألد أعدائه، عمالين ياخدوا من حسناته، وهو حسناته عمالة بتضيع. خلصت حسناته راح واخد من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ما شاء الله، لكن عنده مشاكل. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عشان كده جت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري، قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض
فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، لأن التعامل هناك بالحسنات والسيئات. عشان كده بقول لحضراتكم بالله عليكم اوعوا تقدموا حسناتكم هدية لأعدائكم، لأن دي هتبقى حسرة يوم القيامة، إن الواحد يبقى واقف ويلاقي أعدائه بياخدوا حسناته. عافانا الله وإياكم من ذلك، وجمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.